عم خليل، عم خليل. مين؟ انا اسماعيل يا عم خليل. اسماعيل؟ اسماعيل ابن الحاج عبد الفتاح؟ يا الف حمد لله بالسلام. عاش من شافك يا اسماعيل يا راجل يا طيب. 15 سنة، 15 سنة وانت بعيد عن بلدك، ده عمر بحاله. ايوه، عمر بحاله. اهلا وسهلا. اركب يا اسماعيل. اتفضل اتفضل يا اسماعيل. فينك يا اسماعيل وفين ايامك الحلوة؟ فين القرايب والنسايب والاهل والاصحاب؟ فين الناس الطيبين؟ الله يرحمك يا شيخ بركات ويرحم لياليك، ليالي التقوى والقرآن. كان بيحبك قوي يا اسماعيل. الناس دول ما يتعوضوش ابدا يا اسماعيل. إن كان الحاج بيومي ولا والدك الله يرحمهم كانوا خير وبركة. لو كنت جيت من اسبوع كنت حضرت جنازتها. يا سلام عليك يا دنيا. تصور انا اللي وصلتها بعربيتي دي وهي عروسة ليلة دخلتها، وبرضه انا اللي شلتها على كتفي وهي في النعش. عاشت يا عيني لوحدها والباب مقفول عليه، وماتت يا ولداه لوحدها والباب مقفول عليه. الله يرحمه عم خليل. ايوه يا اسماعيل. خدنا على المدافع. يا عينيا. من عينيا الصبر جميل. الله. اتفضل. شاي يا حاج. اتفضل يا معلم. شقة عيش وجبنة هنية. من عينيا. يسلم. ودي شقة عيش وحتة جبنة يا عم محمد. اتفضل. الشاي خلص يابا؟ ايوه بس حاسب الاحسن سخن.
هروح اودي شاي للرجاله ولفنديه البلوك. طيب بس ما تغيبيش لحسن الشيخ بركة زمان ومستنين. على طول. ايوه يا بنتي. ازاي ابنك يا عم سويل؟ والله لسه تعبان يا هنيه. حقك توديه المستوصف. ان شاء الله. جرى ايه يا رجاله؟ انا هنقلبها قاعده ولا ايه؟ ما تشتغل منك له، اشتغل منك له، اشتغل منك له، اشتغل منك له، اشتغل منك له. هات ميه. نسيتها يا معلم. نسك عزرائيل، نسك عزرائيل يا حمار. مساء الخير. اهلا يا هنيه. سنور يا هنية. شايك يا سي ابراهيم. كتر خيرك يا هنية. اهو كده خلي الواحد يعدل دماغه. اتفضل. متشكر. شايك يا سي اسماعيل. اتفضل يا سي اسماعيل. اتفضل. متشكر يا هنيه. عايز حاجه تانية يا سي اسماعيل؟ تعيش يا هنيه. خلوا الكوبايات عندكم هنا لبكره يا سي ابراهيم عشان هنشطب بدري النهارده. عشان رحيل الشيخ بركات نبارك له. عقبال فرحك يا هنية. انت مش رايح يا سي ابراهيم؟ طبعا جاي. طب والنبي ما تتاخروش. ان شاء الله. عن اذنك يا سي اسماعيل. جرى يا اسماعيل ما تحاول الخط. اه اللي واخد عقلك. عقبالكم يا رجاله. جماعه ان شاء الله. اتفضلوا. مصطفى يا مصطفى. ايوه. ما شفتش اسماعيل؟ كان هنا هبه من شويه ما اعرفش راح فين. طيب خليهم يعملوا قرفه لاخواننا دول وقهوه مظبوطه لعمك الحاج بيومي. حالا يابا. خليها سادة يا مصطفى. من امتى بتشربها ساده يا حاج بيومي؟ والله من اسبوع كده امتنعت عن السكر والحلويات والحاجات دي كلها يا سيدي. ليه كفل الشر؟ والحكماء قالوا لي كده، قالوا لي عندك شوية سكر زيادة. ايه الكلام ده يا راجل؟ زي ما بقول لك كده. هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ هناخد زماننا وزمن غيرنا. ايه يا راجل ما تقولش الكلام ده. ده احنا لسه في عزنا والدهن في العتاق يا بيومي. انت برضه تصدق الكلام ده يا شيخ بركات؟ اعملي قهوه ساده لابوك يا هنيه. وانت يا امين اعملي شويه قرفه. السكر قرب يا بس اسماعيل اتاخر قوي. لحق اسماعيل قوامي وحشي. يوه انا بتكلم عن السكر. مصطفى امال فين الدبله يا مصطفى؟ في جيبي. في جيبك؟ ولعتها ليه بقى؟ كوبايه قرفه سخنه اتلقت عليها لهلبتها. لا يا اخويا ده فال وحش قوي. تحب البسها في ايدي الشمال؟ لا يا اخويا لسه بدري. مش لما تعلق الزينه ونعمل الفرح وبعدين نبقى نقلها من اليمين للشمال؟ ولا انت مستعجل قوي يا سي مصطفى؟ انا مستني اليوم ده على نار. وبعدين معاك بقى يا سي مصطفى. الله سكر اهو. الا خرج كده يا سي اسماعيل. ده انت يا اخويا من ساعه ما خرجت وهنيه يا حبه عيني على حر من الجو.
وبعدين معاك يا امينه بقى. الله، هو يا اخويا اللي يقول الحق يعني يبقى حرام. انا جايه يا امينه. يو هو يعني عشان خطيبك واقف؟ بالحق اسماعيل، ابو الحاج بركات كان عايزك. هنيه ده عايزك دلوقتي. امرنا لله. يا اختي عقبال ما تعادلك كده يوم فرحك على اخويا اسماعيل يا رب. ايه يا امينه؟ ايه يا بنت بتخبي ولا بتخبي؟ يعني هتخبي بقى. طب يا اختي شوفي اللي في ايدك بس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا ابني. انا عارف ان حملك تقيل يا اسماعيل. مستوره والحمد لله يا شيخ بركات. شوف يا اسماعيل، مصطفى ابني واختك زي بنتي تمام. اللي تقدر عليه اعمله. جهز اختك على قدك. يا خبر يا شيخ بركات، هو انا ليا كام امين؟ راجل يا اسماعيل، راجل من ظهر راجل يا ابني. والله وشلت الهم بدري يا اسماعيل. ايوه، ادي احنا كلنا بنشيله. الواحد يا ربي ويكبر ويجي لك ياخدها عالجاهز ونرجع بين 4 حيطان، لا ونيس ولا انيس. دي سنة الحياة يا بيومي. ايوه، عقبال ما تفرح بهنية في حياتك ان شاء الله يا شيخ بركات. الله الله. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نور الله الله. اللي كوني يقف على باب الرضا لما السلام عليكم يا رجاله. الحمد لله على السلامه يا حاج. ادعي لي يا حاج. هادي يهدي يا مرسي يا رب. اتفضل. شكرا يا حاج. ايه اللي جاب ده هنا الليل؟ يعني هطرده يا بيومي؟ بننهيها على خير. مساء الخير. على اذنك يا فندية، على اذنك لو سمحت. اتفضل يا معلمة، اتفضل اتفضل. شغلنا بقى. الجو ماله نايم كده يا ده سوسي؟ مش عارف يا معلم. ما تيجي يا واد نفرفش الجو شويه. فرفش. سامع هوس يا حاج بركات، يا سكرة، يا وردة بيضة معطرة، ليلتك سعيدة منورة. ما تقولوا يا حاج بركات يا سكرة، ليلتك سعيدة معطرة. 2000 تحية مجمدة و1000 تحية فكة والباقي عندي. زمرولي، رقصوني، طبلولي، دق مزيكا. الله، ما تدقش يا شيخ زكي. عيني عليك يا سيدي المعلمين. كده السلامة يا حاج. عيني عليك يا معلمة. امسك يابا، ايه خد بقى الدواء. دواء؟ دواء ايه يا هنية؟ والله انا تعبت بقى من الدواء وزهقت منه، صبح وظهر ومغرب، دي حاجة تجنن. معلش يابا، ما عشان صحتك. ما انا صحتي كويسة ايه بقى؟ الحمد لله. الحمد لله. عشان خاطري خد الدواء. طيب، خاطرك على عيني يا هنية. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز حاجة تانية يابا؟ لا يا اختي، كتر خير. طب تصبح على خير. صبحك بالخير.
الله. وبعدين بقى؟ نادلة. يا اختي. ايه؟ اتخضيتي؟ لا انا زعلانه منك. وانا ما اقدرش على زعلك ابدا. كنت عايزني في ايه؟ كنت عايز اقول لك انك وحشتيني. يا سلام يا اخويا، طب ما انا كنت معاك من شويه، لحقت اوحشك. وماله يا بت؟ برضه وحشتيني. وانت كمان. كنت عايزني في ايه؟ كنت عايز اقول لك ان انا نازل مصر بكره. مصر؟ رايح الاداره اقابل المدير. هتتنقل؟ لا، رايح عشان طلب السلفه اللي قدمته من 6 شهور، ولا حس ولا خبر. عايز اشوف عملوا فيه ايه. ربنا يسهل لك ويفتحها في وشك ويجعلك في كل خطوه سلامه يا اسماعيل. حق هنيه لو وافقوا على السلفه دي، اما ليك عندي حته دين هديه. هديه ايه؟ ده رزق امين. انا بقول يعني برضه لا تقول ولا تعيد، تاخد الفلوس من الاداره توديها على النجار على طول. والواحد يخلص بقى من جواز امينه وجوازها لمصطفى ويفوق لنفسه بقى. يعني ايه تفوق لنفسك؟ يعني اقدم على طلب سلفه تاني. هتعمل بيه ايه؟ عشان اتجوز انا كمان. طب ومين قالك اني هوافق اتجوزك؟ الله، ومين قالك ان انا بتكلم عليك؟ امال بتتكلم عن مين؟ بتكلم عن روح قلبي، حبيبتي، حياتي. كاك وجع في قلبك. هي مين دي؟ هنيه. يوه، عارف لو كنت قلت حد تاني كنت موتك. هون عليكي. جيت للحق ما تهونش. الحق الوفور يا اختي. أخدك مني يا جميل يا جميل يا مجننني. الحق راح فين يا معلم؟ سكتنا من هنا. انا عارف يا واد يا سوسه، ولا كنتش فاكرني سكران ولا سكران. عيب يا ابو السباع، ده انت تشرب المحيط. انا اشرب المحيط، اشرب المحيط، ولا يمكن الانسان يستوعب. قلت ايه يا معلم؟ اشرب المحيط، اشرب المحيط، ولا يمكن الانسان يتلاوى. فشر، ده انت لسانك لبلب. بس انت واخدني والساعة على فين يا معلم؟ امر على بيت الحبايب واصلي بعناية واقول في حاجة بتوجعك يا معلم؟ طب يلا بينا. حق الوبور أخدك مني. يا جميل يا جميل يا مجننني. الحق الوبور. هنيه، هنيه. نعم. مش هشوفك تاني. هتيجي امتى؟ بكره العصريه. بالسلامه. يبقى بكره العصريه عند التوته. تصبح على خير. وانت عندك. مالك يا مالك لا. ايوه ايه احنا طول ما انت كانت حتى ايديك. هلا يا اخويا، هلا يا اخويا. معلم مرسي، ايه يا الرجالة تعبت عاوزة تتغدى. ما تبقاش رجاله، همها على بطنها. ربع ساعه يطفحوا فيها. ربع ساعة اطفحوا فيها. رجاله ورق صحيح. حاج بيومي. يا هنية يا عم الحاج. اهلا يا رجاله. اتاخرتوا ليه؟ ده انا قلت مش هيتغدوا النهارده. يعني ايه؟ مفيش أكل. طبعا
طبعا فيه. عاملين ايه؟ بتنجان مقلي بخل وتوم. خل وتوم؟ خل وتوم. مين قالها لك؟ انا راح اخد هتاخد ايه؟ خل وتوم. خل وتوم. وانا كمان هتاكل ايه؟ خل وتوم. خل وتوم. وانت يا عم؟ خل وتوم. اتفضل يا ابني. فين يا عينيا؟ حالا جايه. يا سلام. حاجه جنان. قولوا كمان. الله الله. خل وتوم. خل وتوم. خل وتوم. خل وتوم. خل وتوم. هنية. ايوه يا معلم. انت اسمك هنية يا واد؟ لا. امك اسمها هنية؟ لا. طب غور من وشي. روح انت يا عبد السميع. جرى يا معلم يا نعم. مفيش تشرب ايه تاكل ايه ولا احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا سمح الله. تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ قهوة مظبوط وكرسي معسل على بوري. ما كانش ينعز. المعسل خلص. خلاص يبقى المظبوط يكفي. ماشي. يا هنية يا بنتي، نعم يابا. خفي شوية عن المعلم مرسي، ده راجل شراني وما احناش قده. طب وانا كنت دستوله على طرف؟ قال على رأي المثل الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. دمه تقيل على قلبي قوي يابا، ما بينزلش من زور. احنا مالنا وماله واحنا حناسبه. بعد الشر. اسمعي الكلام يا هنية يا بنتي. من عينيا يابا. القهوة يا معلم مرسي. تسلم يا حلو. لا في الكوباية، اصل انا احب الكوباية قوي قوي. ها. يحضر لك الخير عقبال كده ما اقدم لك شربات فرحك في كوباية فضة. عشت يا معلم. اتفضل. تسلم ايدك يا حلو. يا معلم مرسي، عايز ايه؟ ليك مزاج الله يقل مزاجك. عايز ايه؟ انا عايز اقول لك ان انا لا عارف اللي هتقوله. انا خصمت لك اليوم. لكن يا معلم مرسي ما تلكنهاش يا سويلي، ما انا خصمت اليوم وخلاص. انا ما عملتش حاجة. عملت ما عملتش انا خصمت من غير ذنب. من غير ذنب. ده يبقى حرام ده. حرام. حرمت عليك عيشتك يا واد. بقى انا يا واد اقول لك توصل الخضار البيت تقول لي لا؟ انا المعلم مرسي يتقال لي انا لا يا واد؟ كان ابن عيان يا معلم مرسي ولازم اخد المستوصف. مستوصف؟ يبقى خلي بقى المستوصف ينفعك. ده يبقى ظلم ده. انت بتعلي صوتك عليا يا واد. وهعمل عريضة واقدمها للمصلحة. هتعمل عريضة وتقدمها للمصلحة. طب خصم 3 ايام وغور بقى من وشي لشلفط لك خلقتك. اسبوع عليك جنس نمرود صحيح. اسمعني، اتأخرت عليك. وحشتيني. الحمد لله على السلامة. غمض عينيك. ليه؟ اسمع الكلام يلا. اهو. افتح يا سمعة؟ لسه. يو هفتح بقى. وبعدين معاك ايه؟ فتحي. الله. كان نفسي اجيبها لك دهب. دي عندي اغلى من الذهب. ربنا يخليك ليا يا اسماعيل. ها، احكي لي من ساعة ما ركبت القطر. نزلت مصر ورحت الإدارة. لا ما تكروتنيش. الاول ركبت القطر. ركبت القطر وقعدت افكر، يا ترى هنية لسه صاحية ولا نايمة؟ ده انا صاحية من الفجر وقعدت جنب الشباك لحد القطر ما عدى. قلت له تروح وترجع بالسلامة. المهم نزلت مصر. وطبعا قعدت اتبحلق لبنات مصر الحلوين. ما علينا. لا علينا. شفت ولا ما شفتش؟ كل اللي شفتهم هو انت في عينيا وروحي وقلبي، انت وبس. وايه تاني؟ رحت الإدارة يا ستي وسألت على طلب السلفية. قالوا لي اسأل عليه الأستاذ زكي. فين يا أستاذ زكي؟ قال لي اسأل عليه الأستاذ فكري. فين يا أستاذ فكري؟ قال لي اسأل عليه الأستاذ صبري. فين يا سي صبري؟ قال لي أنت مستعجل على إيه يا أخي؟ هي الدنيا هتطير ولا هتطير يعني؟ 5 أشهر والطلب لسه ما اتمضاش. تلاقيك متضايق يا سي اسماعيل. لا، ما أنا دخلت على المدير دغري واشتكيت له. طلب الدوسيه وأشر عليه وقال لي أسبوع بالكتير قوي والفلوس هتيجي لحد عندك. ان شاء الله يا رب المرة دي يكون صادق. حق يا هنية، لحسن النجار هياكل وشي. خلص العفش وجاهز على التسليم ومستني الفلوس. هانت ما بقى الا القليل. والله أنا خايف القليل ده يطول
وحد غيري يسبقني. وده مين ده اللي يقدر يسبقك؟ على كل حال لاجل ما يطمن قلبي انا فوت على الشيخ بركات في الجامع وقلت له يكلم ابوكي. هيقول له ايه؟ هيقول له اسماعيل عاوز يتجوز هنيه. يا كسوفي يا كسوفي يا كسوفي يا كسوفي. ايه بلاش؟ لا، ما انا مكلمه خلاص. يا ما شاء الله الله عالتحفجية أهل اللطفة والمفهومية. يا ما شاء الله الله عالتحفجية أهل اللطفة والمفهومية. اجعلها ليلة مملكة يا كريم. في مزاجه إذا تسلطن ياخد مسوسن أحنه شوشو. في مزاجه إذا تسلطن ياخد عيشها أحنه شوشو. شوقا إلى حشيش بدون شيشي. يا ما شاء يا جدع يوم يا شيخة بإيدي. طبوا في أي زنقة أقول لك الجد يوم ما نلقى. أحبابنا طبوا في أي زنقة. يحرم عليا شربك يا جوزة تكوني طلقة مالكيش عوزة. يحرم عليا شربك يا تكوني طلقة مالكيش عوزة. دي القعدة عايزة ناس حشاشين. شفتهم بعينيا دول كده. طيب يا اسماعيل، انا وانت والزمن طويل. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. وانت عارف اسماعيل بيبص لقدام ومش عاوز الناس تاكل وشه. ابوه مات وهو صغير وساب له امينه في اللفه. هو اللي ربى وشال وكبر، يعني هو الاب. وطبعا ما يصحش الاب يتجوز قبل بنته. مش كده ولا ايه؟ مظبوط يا شيخ بركات. اسماعيل راجل ولا كل الرجال. وهو ربنا سهلها له وقرب يكمل جهاز اخته. وعاوز بقى يكمل نص دينه. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ يا راجل امال انا عمال اكلمك في ايه من الصبح؟ اسماعيل عايز يناسبك. عايز يتجوز هنية. هنية لسه صغيرة يا شيخ بركات. طبعا، ما هو الابن يفضل عيل في عين ابوه مهما كبر. يا سيدي اهو يخطبها دلوقتي وبعدين يتجوزها على مهله. قلت ايه؟ والله القولك يا شيخ بركات. يبقى نقول على بركة الله. حلو ده يا أمينة، حلو. ولا أقول لك أنا هلبس ده أحسن. يا أختي الاتنين أحلى من بعض، بس خلصينا بقى. لا أحسن بقى ألبس اللي بيحبه إسماعيل. ايه يا ولاد مالكم مبدرين كده ليه النهارده؟
اصل النهارده مولد سيدي يعقوب يابا الحاج. كل سنه وانت طيب يابا. وانتوا طيبين. ما انت عارف العاده بقى. اروح يابا. ايوه. والنبي ده احنا ما قطعناهوش ولا سنه. ما تيجي معانا يابا. ايه يا بنت، انا كبرت على الحاجات دي بقى. يبقى اروح انا بقى. طيب يا اختي روحي، بس ما تتاخروش. حاضر. انا رايح القهوه يا هنيه. بالسلامه. بالسلامه يابا. أمين. هو مصطفى فين دلوقتي؟ وانت بتسألي على مصطفى ليه بقى؟ يا اختي بطلي لقمة كده. هما فين صحيح؟ مش هقول. لا والنبي. طب يلا شهيلة احسن هما مستنينا في المولد من بدري. يا اختي على طول. لمين كل الدعاء ده يا هنيه؟ كنت بدعي لابويا وللشيخ بركات والأمينة ومصطفى. ومين كمان؟ وليك يا اسماعيل. قلتي ايه؟ قلت ربنا ينصرك ويحميك ويهيئ لك اللي فيه الخير ويرزقك بنت الحلال اللي اسمها هنيه، وبعديها معاكي بقى يا بنت. وهي دي عايزه مفهوميه، او نصيها في ربيتها تحصليها في جمعتها. وانت كمان يا مصطفى. بلاش يا ستي، انا اللي هعرف مصطفى. يا عم انت ايدك زي المرزبه. يلا بينا. تسلم ايديكم يا بنات. تسلم يا اسماعيل، البركه في امينه هي اللي عامله ده كله بايديها. بس على الله ما تجوعنيش بعد الجواز. قال يا امينه. امال فين الميه؟ الله، وانت ما جبتهاش معاك يا مصطفى؟ انا كنت فاكر انت اللي هتجيبها يا اسماعيل. الله، انا قلت لامينه تجيبها. كده برضه يا مصطفى؟ خلاص بقى يا جماعه، انتوا هتتخانقوا. طيب على فين يا هنيه؟ راحت تجيب كازوزه. تسمع تعدين؟ كده من غير سلام ولا كلام. سلام يا سيدي. طب ابتسم، ده اللي بتبسم. الله، جرى يا جدع انت عايز مني ايه؟ اسمعي يا بنت، تعالي. اوعى كده، اوعى كده، انت عايز ايه؟ عايزك تعقلي يا بنت. سيب ايدي. هما كلمتين هقولهم لك عشان النفوس تصفى والقلوب ترتاح. معزتك عندي ملهاش مثيل، وكلمه منك تريح قلبي. انت بتقولي الكلام ده ليه يا مرسي؟ انا طالب الحلال يا بنت. طب اوعى كده وسيب ايدي بقى يا مرسي. لا، مش معلم مرسي اللي اتقال له الكلام ده. ولا انت مش واخده بالك يا بنت؟ لا واخده بالي، وما سبتش ايدي هلم عليك خلقه. اوعى كده. الله، امال فين الكازوزه يا هنيه؟ اصلي رحت لقيت الراجل شط. والحل ده انا هموت من العطش. مالك يا هنيه؟ في ايه؟ ولا حاجه يا اسماعيل، بس عايزه اروح. ما لسه بدري يا هنيه. معلش يا امين، اصل ابويا قاعد لوحده. تحت امرك يا هنيه. يلا يا امينه لمي. طيب يلا يلا يا هنيه، ايدك معايا والنبي. اشتغل منك له. نار يا هنيه. دي الولع عبد السميع. ابا. ايوه يا هنيه. هروح اودي شاي في الكشك. طيب يا اختي روح. ده لك يا معلم. بعدين. ازيك يا حاج؟ اهلا معلم مرسي. والله بنتك كبرت يا عندي وبقت عروسه وعاوزه اللي يصونها.
بدل ما ده يبص وده يبص، وعينين الناس وحشه يا حاج. هنية ما يتخافش عليها يا معلم. انا عارف يا حاج، بس الزن على الودان اقوى من السحر. ده بكلمه حلوه، ده بكلمه مايعه، والناس نفوسها ما بقتش خالصه زي زمان يا حاج. ايه ربنا يصونها من النفوس. حد يقدر يمسها بكلمه؟ ده انا اذبحه يا حاج. تسلم ايدك يا معلم. عبد السميع. ايوه يا حاج بيومي. طلبات. حاضر. بقول ايه يا بيومي؟ ما اتجوزها. والله كله باذن الله. اهو اذن والحمد لله، وانا تحت امرك. انت يا مرسي؟ انا خيالها يا حاج. انا مستعد استتها واخليها ست ستات البلد، ومستعد ادفع لك فيها مهر من جنيه ل1000، بس انت تقول اه. والله كان على عيني يا مرسي، بس ايه يا بيومي؟ انا مش باينك ولا ايه؟ لا مش قصدي، بس يعني الكلام جه بعد اوانه. يعني ايه؟ هنية هتتقري فتحتها على اسماعيل الجمعة الجاية ان شاء الله. بتقول ايه؟ الجواز اسمه ونصيب يا ابني، وربنا يعدلها لك ببنت الحلال اللي تناسبك وتريح قلبك. بقى هنية هتتجوز اسماعيل. مبروك عليك يا حاج، ومبروك على هنية، ومبروك يا اسماعيل. النهارده ايه في الايام؟ النهارده الاربعاء، وبكره؟ بكره الخميس فرح امينه، وبعد بكره ان شاء الله يوم الجمعه بعد العصريه بشويه. انا والشيخ بركات هنروح نزور ابوكي في البيت، ومعايا الدبل، ونقرا الفاتحه والناس كلها تشهد، وبعد كده اخرج ايدي في ايدك، ولا يهمنا حد ولا محتاج. اسمعوني يا اسماعيل، نفسي اغمض وافتح الاقي يوم الجمعه دي، وساعتها مش هسيبك ابدا 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 ابدا. سمع، الشمس قربت تغيب وانا مشواري طويل، لما الحق اروح قبل الدنيا ما تضلم. هشوفك بكره في فرح امينه. من الفجريه هكون عندكم. مع السلامه يا اسماعيل. مع السلامه يا هنيه. هنية بقى مرسي يتهزأ يا هنية، بقى مرسي تتقل قيمته وتتهان كرامته يا هنية، بقى مرسي يتقدم لابوكي ويتقال له لا يا هنية. انت عايز ايه بس يا معلم مرسي؟ انا عايزك انت يا بنت، عايزك انت. ما يصحش كده يا معلم مرسي. رايحة مني فين يا بنت؟ استنى يا بنت. انا بعرضك يا معلم مرسي، انا بعرضك تسيبني اروح. بتاعت انا يا بنت، بتاعت انا وبس. ابوس ايدك تسيبني اروح. تروحي؟ ده انا بحبك يا بنت. بعرضك يا معلم مرسي تسيبني اروح. عاوزين يقروا فتحتك يوم الجمعة، يبقى يقروها بقى. انا بعرضك يا معلم مرسي. انا بحبك يا بنت، بحبك يا بنت.
عندك هنا يا ريس. عندك انت يا عريس. فاكر يا اسماعيل؟ عقبال ما نتعب ليله فرحك على هنيه. تعيش يا درش. امال هي فين؟ ما جاتش ليه؟ والله ما انا عارف. ايدك معانا والنبي. هنية، عاملة ايه يا بنتي؟ تعبانة يابا. تعبانة؟ اجيب لك حكيم. لا يابا لا. لا أنا كويسة دلوقتي كويسة. طيب بقى اذا كنت تعبانة يعني بلاش ما اروحش الفرح، خليني قاعد وياك. لا يابا روح. روح ده واجب. اسيبك تعبانة لوحدك كده يا هنية؟ معلش يابا، هنام شوية يمكن ارتاح. طيب اختي على كل حال انا مش هغيب. فوتك بعافية يا هنية. مع السلامة. يا ابني اهلا يا حاج بيومي. مبروك يا شيخ بركات. الله يبارك فيك. عقبال فرح هنية بنتك. حياتك ان شاء الله. اهلا يا مرحاج. اهلا اسماعيل. ازيك يا اسماعيل؟ الحمد لله. امال فين هنية يا مرحاج؟ والله من امبارح تعبانه شويه في البيت كده. الف لا بأس عليها يا راجل. الله اتفضل يحفظك. اتفضل. اتفضل اتفضل. ضيعت مالي ولا مالي، ضيعت مالي وانا اعمل ايه؟ البت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة وانا اعمل ايه؟ يا ولد يا ولد انا حبيت وبنار الهوى انكويت.
سميع. ايوه يا حاج بيومي. خد يا ابني ال2 جنيه دول وتجري تجيب لي دستتين شربات من احسن صنف وتحصلني بيهم على البيت. فرينا يا حاج بيومي. ولا اوعى تسترخص. حاضر. الله هنية، انت لسه قاعدة يا بنتي ما لبستيش؟ الناس زمانهم جايين. الله اهم جم. ايه رأيك بقى؟ قومي يا بنتي شهيلي شوية قومي. مساء الخير يا حاج بيومي. مساء الخير يا معلم مرسي. اهلا وسهلا. خش يا تحط الحاجات دي جوه. جوه تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. هاتهم هنا، حطهم هنا جوه. ايه ده كله يا معلم مرسي؟ حاجه كده على ما اقسم. اتفضل. فضلة خيرك يا حاج بيومي. قهوة ولا شاي؟ متشكر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سبق قبل كده انا طلبت ايد هنيه يا حاج، حصل؟ يا معلم مرسي، انت عارف ان هنية مخطوبة لاسماعيل. عارف. وعارف ان هنقرا فتحتها ان شاء الله الليلة. عارف. طيب لما انت عارف جاي بتطلبها ليه؟ الشرع بيقول قبل ما تجوزوا البنت تسألوها وتاخدوا رأيها. رأيها معروف يا ابني، دي هي واسماعيل متربيين سوا من صغره. من صغرهم من كبرهم المفروض تسألها. سألتها؟ من غير ما اسألها. لا، لازم تسألها. تختار اسماعيل ولا مرسي؟ يا معلم مرسي. بلا معلم بلا مبلم. اسألها تختار اسماعيل ولا مرسي، وانا راضي باللي هي هتقوله. الله، ما تتحرك يا حاج امال. طيب يا ابني، طيب حاضر. سامع الراجل المجنون ده جاي يقول ايه؟ الجاي يخطبك مني وعاوز يعرف رأيك هو ولا اسماعيل. انا مرضيش اطول وياه علشان نتقي شره، انما انا هخرج علشان اقول له انك رفضتيه طبعا، واحاول اصرفه قبل الناس ما تيجي. اسمعني يابا، ايه؟ مرسي ما يتعيبش. ايه؟ مرسي اللي كله عيوب ما يتعيبش؟ من امتى بتقول الكلام ده هنية؟ مرسي ما يتعيبش يابا. الله الله، يبقى بقى لك غرض في مرسي. والناس اللي جايين يقروا فتحتك دول اقول لهم ايه؟ الناس اللي جايين يقروا فتحتك اقول لهم ايه؟ بصيلي هنا. ايه اللي تول عقلك اللي بينك وبين مرسي؟ بيومي يا بيومي، اتفضلوا رجاله، اتفضلوا اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا. ايه يا بيومي؟ احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه؟ لا, لا, لا يا شيخ بركات، ده بيتك ومطرحك. هنية ازاي النهارده يا الحاج؟ هنية. ايه يا بيومي؟ حصل حاجة لا سمح الله؟ مالها هنية يا حاج؟ هنية بخير يا سي اسماعيل. قول لي يا حاج بركات، مش الشرع بيقول قبل ما تجوزوا البنت تسألوها وتاخدوا رأيها؟ طبعا. طب اتفضل بقى اسألها. قول لها اسماعيل والمعلم مرسي جايين يخطبوكي، تختاري مين؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ لم لسانك يا جدع انت. استنى انت يا اسماعيل.
كلام ايه ده يا مرسي؟ الشرع بيقول كده ولا لا؟ بيقول. خلاص، وانا راضي بحكم الشرع. خش اسألها. اتفضل. اعوذ بالله من غضب الله، دي جريمة. انا هبلغ النيابة. لا يا شيخ بركات، انا في عرضك، استرني. ده يا بنت الحاج بيومي اللي عاش طول عمره راسه مرفوعه وكرامته محفوظه. العار لبسني لوحدي وانا هشيله لوحدي. تقومي تعيشي مع راجل بتكرهيه؟ نصيبي ومكتوبي. انا ابوس ايدك ما تفضحنيش، ابوس ايدك. واد يا سوسة، مع مين يا معلم؟ مالك يا واد كده لونك مخطوف يا واد ومش قاعد على بعضك يا واد؟ انا معلمة؟ ان كنت فاكر يا واد ان مفيش على الحجر غيرك تبقى لا مؤاخذة يا واد مغفل يا واد. لم لسانك يا مرسي. اما شيء بارد صحيح، هو حد داسلك على طرف يا واد؟ احسن لك تقعد وانت ساكت. وما سكتش. تطلع بره والباب يفوت جمل. والله صوتك عالي يا واد. مش كده اسماعيل؟ امال اسماعيل، مالكش نصيب فيها يا اسماعيل. هنية اختارت اللي يناسبها. اللي يناسبها؟ مرسي، مش ممكن. اسماعيل، خلاص يا اسماعيل، كل واحد بياخد نصيبه، وهنية خدت نصيبها. يلا بينا يا اسماعيل، يلا بينا يا ابني، يلا بينا يا اسماعيل. بعد اذنك يا حاج بيومي. تبقى في بقك. اسمعوا يا رجالة، يوم الخميس بعد بكرة ليلة الجمعة. سامعين يا رجالة؟ ايوه يا معلم. ليلة فرحي وليلة دخلتي، وكلكم معزومين عندي. الله، اما انتوا ولاد الذوق صحيح. مفيش مبروك يا معلم؟ مبروك يا ابو المعلمين. مبروك يا واد يا سوسة، عقبالك يا واد لما تكبر وتتجوز. مبروك يا الله معلم. يبارك فيك. مبروك يا معلم. الف مبروك يا معلم. عقبالك يا واد لما تكبر وتتجوز. الله يبارك فيك. مبروك يا معلم. الف مبروك يا معلم. استني اسمعيني، انا عاوز اعرف حاجه واحده بس. ايه اللي حصل؟ عاوز افهم اللي حصل. ايه اللي خلاك تتغيري بين يوم وليله؟ ايه اللي خلاك تفضلي مرسي عليا انا اللي طول عمري بحبك؟ اسمعيني، لما انت مش عايزاني من الاول ليه خليتيني احبك واتعلق بيك؟ ليه خدعتيني؟ ليه؟ بصيلي، ردي عليا، اتكلمي. الله، اسماعيل، ايه الحكاية يا ابني؟ هي البيوت برضه مش لها حرمة؟ مش فيه راجل نخبط عليه ونستأذن قبل ما نخش؟
انا كنت عاوز اعرف حاجه واحده بس، ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا اسماعيل. هنية اختارت وهي اللي تشيل همها. هنية دلوقتي بقت على ذمة راجل تاني، وانت يا ابني مالكش مكان عندها. بحبك يا اسماعيل، بحبك. صباح الخير يا فندم. اهلا اسماعيل. خير يا سياده المفتش، انا عايز اتنقل من هنا. ليه يا اسماعيل؟ ده انت قاعد في وسط اهلك وفي وسط اصحابك، وغيرك يتمنى النعمه اللي انت فيها. ارجوك يا سياده المفتش، ارجوك ساعدني. حاليا مفيش قدامي غير مكان واحد على خط مطروح. تحب تروح هناك؟ اي مكان، اي حته، بس بعيد عن هنا. اهلا عبد، اتفضل. مبروك يا معلم مرسي. عقبال ولادك يا عبده، منورين يا رجاله. الله ينور عليك يا معلم. مبروك يا معلم. مبروك يا معلم مرسي. واد يا سوسه. نعم يا معلم. امال فين بقيه المعازيم؟ العلم عند الله يا معلم، مع اني فايت عليهم واحد واحد، ده انا مأكد عليهم بنفسي. امال ما جوش ليه؟ مستكبرين؟ ولا يهمك يا معلم، طز فيهم. و60 طز كمان، ودق مزيكا. مبروك يا معلمي. ايوه مبروك. مبروك يا حاج. تعالي. مبروك يا حاج بيومي، عقبال البكاري. مبروك يا حاج. مبارك يا حاج. مبروك يا حاج. مبروك يا حاج. الف مبروك يا حاج. مبارك يا حاج. مبروك يا حاج. مبروك يا حاج.
اشوف وشك بخير يا ابي. مع السلامة. مع السلامة. اشوف وشك بخير يا درش. انا جاي اوصلك. لا، خليك انت مع امين. السلام عليكم. مع السلامه اسماعيل. 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 ما تسيبنيش يا اسماعيل، ما تسيبنيش. وحياتي عندك ما تسيبنيش. اسماعيل. 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 مع السلامه اسماعيل. يلا يا امينه. تسلم يا جميل. كنت فين يا حلو؟ غايب عن عيوننا لك زمان. في العسل يا بيت. عسل نحل ولا عسل شريوسي؟ شريوسي دي تبقى خالتك يا عسل نحل يا واد من اول قطفه. هيالك يا معلم. عقبال عندك يا اخويا. انا كنت فاكره انك هتقاطعنا. ولا اقدر يا جميل، ده انتوا كيفي وحظي والدنيا حظوظ ولا سوسه. نعم يا معلمي. قول لي الواد ينزل خمره لكل اللي موجودين هنا على حسابي. عينيا يا معلمه. المعلم مرسيان. عيش 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 عيش. يا حمامي يما يا حمامي، عينه لحت والزبدة اللي على راسه يما من زمان سحت. هنية المية يا شباك الحبايب، طل واسمعني. ده انا بمسي على الحبيب اللي ملوعني. يا حمامي يما يا حمامي، عينه لاحت، هي محت مش لاحت. بيت عينيه. انا عايز افهم، احنا بقالنا 41 يوم متجوزين وانت داخله ساكته وخارجه ساكته،
وقاعدة ساكتة ونايمة ساكتة. احنا ايه؟ متجوزين ولا مش متجوزين؟ في حاجة ناقصاك؟ ناقصني. عايزك تكلميني، تلاغيني، ابتسامة، كلمة، هات خد. انما كده انا بطيش يا بنت. فاهم يا بنت؟ حاضر. يا اسماعيل افندي، يا اسماعيل افندي. اهلا، ازيك يا عم عبد العال؟ عن اذنك هشرب. اتفضل. الحمد لله. يا بختك يا عم بشغلانتك دي، ساعة الصبح وساعة بعد الظهر ودمتم. مش انا اللي مش شحطط من الفجرية للمغربية تبادل واديك نص مهيتي. نهايته حلال عليك. جواب عشانك يا سيدي. متشكر. انما قول لي، غيرك ما كانش بيقعد في البلوك شهر على بعضه وبعده اجازه عرضيه فمرضيه ثم احتياديه ويعمل له واسطه ويتنقل، وانت اديلك 7 شهور وزياده ما شفتكش فيهم خدت اجازه. انت ايه يا ابني؟ مقطوع من شجره؟ ماليش حد انزل. امال الجوابات اللي بتجيلك كل يوم والتاني دي من مين؟ من اختي وجوزها. يخص على كده، انا كنت فاكرها من الجو بتاعك في البلد. نهايته سلام عليكم. مع السلامه. الله يا مرسي. مرسي؟ الحمار لا مؤاخذه، زميلي في المصلحه اسمه مرسي. يلا مرسي شي يا حمار. أخي العزيز إسماعيل، كيف حالك؟ وحشتنا قوي. الجميع هنا يرسلون إليك السلام. أما عن أخبارنا فكلنا بخير والحمد لله. الحاج بيومي لا يزال يقوم بعمله في قهوته مع الواد عبد السميع. أما عن هنية فلا جديد سوى أنها في أشهر الحمل الأخيرة، وكما أخبرتك من قبل لا أحد يعرف عنها شيء على وجه التحديد. حتى والدها لم يعد يزورها. مسكينة، يخيل لي أنها تعيش في مأساة. كان الله في عونها. خد المنديل ده يا اختي اقعدي فيه. خد يا ايوه الميه السخنه قوي. ربنا يومك ما تغش الخاطر. ربنا يومك ما تغش الخاطر. ولد ولا بنت يا واد يا سوسن؟ اللي انت عاوزه يا معلم. انا عايز ولد ماشي كلام. واسميه حسونة. عشة الاسامي. بالك يا واد يا سوسن لو جابت بنت. هي تستجري تكسر كلامك يا معلمي؟ اللي انت عاوزه لازم تجيبه. مبروك يا معلم مرسي. ولد ولد. حسونة. مبروك يا بيومي، انت بقيت جد. ايوه بقيت جد. الله يبارك فيك يا شيخ بركات. وبالمناسبة دي عايز اقول لك انت زودتها قوي يا بيومي. هنية ما اذنبتش في حقك، ما عملتش العمل اللي يخليك تغضب عليها وتقاطعها بالشكل ده. كونها اتجوزت الراجل اللي انت تكرهه فنصيبها كده، ربنا اراد لها كده. هتمنع المكتوب يا بيومي؟ حاشا لله. يبقى مفيش داعي للغضب. انت بقيت جد والبنت محتاجه لك، ما تحرمهاش من عطفك عليها ورضاك عنها. قوم يا راجل شوف ابن بنتك ده، على رأي المثل يا بيومي
أعز الولد ولد الولد. حلالي بلالي ناداني الحبيب وقال لي يا مرسي نشرب زبيب. حلالي بلالي ناداني الحبيب. السودة اللي مش فايقة مش عايز ينام. عشان ما انام انا عايز انام. الله هتجننونا ولا ايه؟ فين القهوة يا بنت؟ انا هغسل ولا اعمل لك ايه؟ مدعو الغسيل مدعو الغسيل هشربها بره حاجة تقرف. اما هي شباب هباب صحيح. يما نعم. مش عارفه اقرا الكلمتين دول، خدي اقراهم. يا ريت يا ابني، انا لا بعرف لا اقرا ولا اكتب. انا عمري ما دخلت المدارس. امال دخلتيني انا مدرسه ليه؟ يا واد عشان تعرف تقرا وتكتب وتاخد الشهاده الكبيره. قصدي يا كبيرة يعني هجيب من ديله شهادة ايه وتعيين. اسمع يا واد يا سونا، الدنيا عايزه الراجل فعلاوي وجدع. تطلع جدع وفعلاوي زي ابوك كده وتاخد حاجتك بالتمام. بلا شهاده بلا قرف. اقعد يا واد ذاك، اقعد اقرا لك كلمتين ينفعوك. مش عاجبك كلامي ولا ايه ولا ايه؟ قومي حضري لها لقمه ناكلها. شهاده ناس غاويه فوق. تعلم صنعه يا واد، تطلع سباك محترم نجار ملوي هدومك. انا ناصح يلا والنبي. امك هنا؟ يا ست هنيه. ايه يا كلمه؟ ست هنيه. ايه؟ ابوك واقع بالقهوه ولقيناه البيت وعاوز يشوفك ضروري. ابويا. الله الاكل يا وليه. ابويا انت
سلامتك يابا، الف سلامه، بعد الشر عنك. أزمة وتفوت إن شاء الله. ان شاء الله. أزمة وتفوت. قولت امبارح الحاج بيومي جات له أزمة شديدة أوي. من يومها وهو راقد في البيت، لا بيتحرك ولا يتكلم، حالته خطر أوي. على فكرة اسمعيني، أمينة واخدة على خطرها منك أوي، بتقولك 8 سنين من غير ما تشوفك، مش معقول. ولا أنت خلاص هجرت البلد اللي فيها؟ أمينة، 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 ازاي؟ ازيك يا اسماعيل؟ ازيك؟ ازيك؟ وحشتني قوي. ازيك؟ وحشتني فينك ده كله. مصطفى، مصطفى، اسماعيل جه. اسماعيل، أهلا، ازيك يا راجل؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازيك انت؟ أهلا. 8 سنين، 8 سنين يا اسماعيل، ما حدش يشوفك فيهم كده، ده انت نسيتنا. أبدا يا أمينة، انتوا دايما في بالي. ها، اتنقلت خلاص؟ لا، واخد أجازة. ايه، شهر 2 3؟ لا 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 لا، كل الحكاية أسبوعين 2. دول شويه يا اسماعيل. معلش يا أمينة. قول لي يا مصطفى، أخبار الحاج بيومي إيه؟ الحاج بيومي تعيش أنت. إمتى؟ امبارح، النهارده الظهر كانت دفنته. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزرت الله يلعنها في كل كتاب. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما باقية في حياتك يا معلم مرشد، حياتك الباقية يا شيخ بركات. البركة فيك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. صدق الله العظيم. مرسي، انا عايزه اتكلم معاك. بتضحك على ايه؟ تو افتكرت ان في البيت واحد اسمه مرسي وعايزه تتكلمي معاه. سيب الازازه وبص لي يا مرسي. نعمين. طلقني. بتقول ايه؟ 8 سنين وانا عايشه معاك في ذل وكاتمه في قلبي، عشان خاطر ابويا يمشي في البلد وراسه مرفوعه،
يمكن دلوقتي اللي كنت خايفة عليه راح. بقى كده يا بنت بيومي عاوزة تتطلقي، ها؟ اشمعنى يعني الليلة دي لسانك اتفك؟ اتكلمي، قولي، انطقي، فضفضي، طلعي اللي في قلبك. الله جلال يا مرسي، وصلت حسك الواد سحر. هوطي حسي ليه؟ وما اقولهاش بحلو حسي ليه؟ مراتي عايزة تتطلق عشان تسمعين رجع. رجع؟ لا يا شيخة، بتستهبلي عليا يا بنت. اسمعي يا بنت، طلاق مش بطلق. وتسمعين ده لو عرفت انك كلمتيه شفتيه لمحتيه حتى هخلص عليكي وعليه. فاهمة يا بنت؟ فاهمة يا بنت؟ فاهمة يا بنت؟ معلش يابا ما تعيطيش، انا لما هكبر محدش هيستجني يزعل ولا حتى ابويا، بس عشان خاطري كفايه كفايه. الزيارة دي ما تحسبش يا اسماعيل. عاوزين نقضي يوم ظريف مع بعض، نحكي وندردش. ان شاء الله يا ابراهيم. ان شاء الله. سلام مع عليكم. السلامة. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت البلد. واد يا سويلم، وانت يا ابو العينين، وانت يا عبده، مخصوم لكم 3 ايام كل واحد. ليه يا معلم بس؟ من غير ليه؟ اقعد اشتغل انت وهو. اشتغل. بس يا شاطر، عيب عيب. ليه كده يا شاطر؟ في تلميذ يعمل كده؟ مش عيب؟ هما اللي اتلموا عليا وضربوني من غير سبب؟ علشان انا اشطر منهم كلهم. انت ساكن فين؟ الناحيه دي. طب يلا اوصلك. امسك الشنطه. ازيك يا اسماعيل افندي، نورت البلد. منوره بوجودك يا ابو حميد. هو انت اسمك اسماعيل افندي؟ ايوه. وانت اسمك ايه بقى؟ اسمي حسونه. عاشت الاسامي يا سي حسون. والنبي يا اسماعيل افندي لو شفت ابويا ما تقولوش ان العيال ضربوني، قول ان انا ضربتهم كلهم. عايز نكذب يعني يا سي حسونه؟ بعدين ابويا يضربني. يضربك؟ ليه؟ اصل ابويا عايز نطلع جدع زي واضرب الناس كلها، لكن انا ما بحبش الضرب. حسونه حالا ياما، ما تنساش يا اسماعيل افندي، اوعى تجيب سيره لابويا. مع السلامه يا اسماعيل افندي، خلينا نشوفك. ماشي بتعرج ليه يا؟ اصل العيال وقعوني. اخص عليك وتخيخه صحيح، ما ضربتهمش ليه يالا؟ لا، ما انا بعد ما قمت ضربتهم بالضرب. جدع يا جدع. ودول اسماعيل افندي حشني، انا كنت موتهم. اسماعيل افندي مين يا؟ اللي جالنا البلد من قيمة يومين كده. امك شافتها يا؟ ايوه. قال لها ايه وقالت له ايه؟ اوعى تقول ما قالوش، لا اقتلك يا. قالوا يابا قالوا. انت اتكلم، قالوا ايه؟ قول. قالوا ساعتها رجلي كانت بتوجعني، ما سمعتش يابا. بتسمع برجلك يا ابن الكلب. مستنية مين في الشباك؟ وانا ليا مين استناه؟ قابلتيه وشفتيه، ما تخبيش،
الواد قال لي على كل حاجه. طب ما دام الواد قال لك على كل حاجه، جاي بتسالني ليه؟ يعني شفتيه وقابلتيه؟ بقول لك ايه يا مرسي، ما تريحني وتريح نفسك. ازاي؟ تطلقني. ده بعدك، ده بعدك. سجن مؤبد يا بنت بيومي. اسمعي بيه، من هنا ورايح لو عوزتي حاجه الواد سوسه يجيبها لك، لا باب يتفتح ولا شباك. يا اخويا كان حقك شلته على كتفك وهننته ووصلته لابوه وامه. مش هتاخدهم هما الثلاثه في يوم واحد. يا شيخه ما يبقاش قلبي كسفت بالشكل ده. والنبي تسكت انت يا مصطفى، حاكم هما ما عملوش شويه في اخويا. خلاص يا امينه، دي حاجه بقى لها سنين ننساها بقى. اللي انجرح جرح عمره ما ينساه ابدا يا عم الشيخ. مين كان يصدق؟ انت نفسك كان ممكن تصدق اللي حصل منها ده؟ امينه الشقه امينه. ملوش لزوم، انا عندي مشوار لازم اعمله قبل صلاه العصر. ما تيجي معايا يا اسماعيل، ولا انت بتنام الظهر؟ لا انا ما بنامش بالنهار ابدا. طب يلا بينا بقى. ما بدري يابا. بدري من عمرك يا ابني. شاي عني. نبقى نشربه مرة ثانية. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة ما تشتميش هنية تاني قدام أبويا. أبويا ما يحبش حد يشتمها قدامه. يا اخويا انا قلت غير الحق. يا باي على لسانك. ما تظلمهاش أكتر من كده يا ابني. الجرح جرحها هي مش جرحك. مش هي اللي اختارت؟ غصب عنها. محدش غصبها. ايه؟ كانت بتضحك عليا؟ هنية مظلومة يا اسماعيل. مظلومة؟ في سر محدش يعرفه غيري. ما كنتش ناوي أقوله أبدا، لكن الأعمار بيد الله، ويمكن أموت ويموت معايا سرها، وتفضل المسكينة متهمة في نظركم وهي بريئة. سر ايه؟ أنا هقول لك على كل حاجة يا ابني. مالك يا معلم مرسي، سرحان في ايه؟ سيبيه يا عطيات، انا عارف سرحان في ايه كويس. سرحان في ايه يا حنفي؟ اللي بالي بالك. قصدك ايه يا واد؟ بس ما تقولش يا واد. ده ايه يا مرسي؟ راجل سكران وبيضحك معاك. مالكش دعوه انت. ايه بقى حكايه اللي بالي بالك دي؟ مش هقول لك. انت اقعد. برضه مش هقول لك. طب اتنيل اقعد. ده ايه يا مرسي؟ احنا جايين نتمادج ولا نقلبها خناقه؟ نقلبها خناقه نقلبها حريقه. خليك في حالك انت كل ما تذكر تبقى لنا غم. انت شايفني بطوح يا واد. ده انت زودتها قوي يا مرسي. وهزودك كمان. حد بيت ايده، حد بيت ايده. يو طيب مصروع على ايه؟ خد على هنا، المعلم مش هنا. ما انا عارف. اصل انا جاي اخد له اكل. ليه هو هيبات بره؟ لا ابعد عنك، اصله ممسوك في الاسم. ايه؟ فانا كنت هجيب له عيش وحلاوه، فانا عارف بقى المعلم بيحب حاجه تشد، يحب يغمس، فقلت اجي اخد حاجه صفر. دخلهم الحجز وبكره نبقى نعرضهم على النيابه. يلا يلا قدامي بره. ان شاء الله براءه معلمه بالظبط. ولد نعم ما تفارقش البيت خطوه بخطوه يا سوسه. يلا يا اخويا. تخافش يا معلم، اطمن. هنية ارفعي راسك يا هنية، خليك بينك فوق. الشيخ بركات قال لي على كل حاجة، رجعني للصورة اللي حبيتها واحترمتها. أنا نادم يا هنية إذا كنت ظلمتك. سامحيني.
ازيك يا هنية؟ ازيك انت يا أمينة؟ يا خبر، ادخلي. اصل مصطفى راح الشغل ولقيت نفسي فاضية، قلت اجي اقعد معاكي شوية. اصل بقالي زمان ما شفتكيش سامحيني يا هنية، انا غلطت فيكي كتير وقلت عليكي كتير، لكن ندمت على كل اللي قلته بعد ما اسماعيل قال لي على كل حاجة. سامحيني يا هنية، سامحيني. يا فندم، احنا هنفرج عنك يا مرسي بضمان وظيفتك، بس المهم ما تبعدش عن هنا، لان لسه في قضيه ومجلس تأديب في المصلحه، ومش بعيد يوقفوك عن الشغل. عيب يا راجل، ده انت كبرت وشعرك شاب، وعيب عليك لما تعمل حاجات زي دي. اتفضل. كفاره يا معلم. ايه الاخبار يا سوسن؟ والله ما عارف اقول ايه واحكي عن ايه يا معلم. اتكلم يا اتكلم اقول ايه واحكي عن ايه؟ الغاب اللي هو طلع بفار. قصدك ايه يا؟ قصدي ان باب بيتك اتفتح لامينه واخو امينه لاسماعيل يا معلم، ورجلهم دبت في البيت وبقت حكايه. كلام ايه ده يا؟ انا مش بألف من دماغي، انا بقول اللي شفته وسمعته. اسماعيل وهنيه خلاص حطوا ايديهم في ايدين بعض ورسمينها خطه عشان يذلوك. انا ما كنتش ناوي اقول لك، انما دمي ما جابنيش. الديب طلعت له اسنان وكبرت مخالبه يا معلم. الف خساره عليك يا سبع الرجاله. قابلتيه يا خاينة. سيبيه يا مرسي، كلمتيه يا بدرة. ورحمة ابويا ما عملت حاجة. ابوكي الله يلعن ابوكي. بيتي وحياة ابني ما يا عملت خاينة يا بدرة، هقتلك، لو انت هتبعك هقطعك حتت، اشرب من دمك، هقطعك حتت يا كلب. اوعى تتكلم. هنية، الحقني يا عم الشيخ بركات، انا في عرضك. مالك يا بنتي؟ حصل ايه؟ خلاص ما بقتش قادرة استحمل. استحملت كتير عشان خاطر ابني. لحد امتى هفضل في العذاب ده؟ لحد ما اموت وانا واقفة. مفيش حد عايز ياخد بايدي، مفيش حد عايز يرحمني. الصبر يا بنتي. ما بقاش يا شيخ بركات 8 سنين وانا في العذاب ده. يا ريت ترحموني، حد ينقذني منه، ده انا منكم ماليش غيركم. انت في عينينا يا اختي. اظن في الحالات اللي زي دي يا عمي من حق الزوجه انها تطلب الطلاق. هو الدين قال اتجوزوهم واستعبدوهم؟ مستك يا شيخ بركات، ترحمني منه، مش عايزه ارجع له تاني، مش عايزه ارجع له تاني. اهدي انت بس يا بنتي وخليها على الله، وربنا ينصرنا ويقدرنا عليه. ده مرسي. خدي هنية خش جوه يا أمينة. تعالي. يلا بسرعة افتح لها مصطفى. حاضر. فين مراتي؟ هنية فين يا حاج؟ موجودة يا مرسي، اتفضل اقعد. انا مش جاي اتضايف، انا جاي اخد مراتي. نتفاهم يا مرسي. مفيش تفاهم. حقي ولا مش حقي؟ احنا مش بنعارض يا مرسي، بس زي ما لك حقوق هي كمان ليها حقوق، وهنيه متظلمه منك. وانت بقى القاضي اللي هتحكم بينا.
كلمني انا يا مرسي. انا ابوها، وهنية مش هتخرج من هنا الا لما الشرع يقول كلمته. انه شرع وانه كلمه. تسرقوا مراتي وتعصوا عليها وتقول لي شرع، ما تفوق بقى يابا. مراتك مش محتاجه اللي يعصيها عليك يا مرسي. مراتك كرهاك من يوم ما غدرت بيها. الله الله الله، عاملين رباطيه عليا. لا انا ما اتكلتش اونطه، انا هطربقه عليكم. انت بتقول ايه؟ مصطفى اسماعيل، اوعى حد فيكم يغلط. طلباتك يا معلم مرسي. طلباتي؟ عايز مراتي. اطلبها بالمحكمة. محكمة؟ محكمة ايه؟ انا المحكمة، انا جوزها وليا حق الطاعة. الطاعة ليها حدود، وانت خرجت عن حدودك، واللي يفصل بيننا المحكمة. الكلام ده بقى ما اتقالش يا اخ. اخ اخرس يا قليل الادب. انت بقى اللي تخلص وتلم لسانك. حصلت يا مرسي. امشي اطلع بره. انا هصور لكم قتيل. قتيل مين؟ اعمل اي حاجة. كفايه يا مرسي، نازل ايدك. انا هاجي معاك. هنيه، لا يا هنيه. اتفضلي يا ست هانم. هنية معلش يا عمي، كفايه كده، كفايه. انجري قدامي. اتفضلي. رايح على فين يا اسماعيل؟ اروح وراها، ده مجرم مجنون، ده ممكن يعمل فيها اي حاجة. مالكش دعوة انت. اسماعيل الحرمة اللي تهجر جوزها يبقى جزاها ايه؟ طلاق. واللي تخونه؟ القتل. يعني انت معترفة؟ طلقني، خلصني، اقتلني. انا لا هطلقك ولا هخلصك. هسقيك المر، اوريك الويل. الويل عشته يوم ما ضيعتني، والمر شفته من يوم ما دخلت بيتك. انت لا كرامه ولا مروءه ولا رجوله، انت مش راجل. اخلصي. مرسي مرسي. كفايه يا مرسي. هنية حاسب يا اسماعيل. مرسي قاعد يا مرسي. قاعد يا مرسي. اسماعيل، اسماعيل. ولسه بتقولي ده اسماعيل يا فجرة. انا هقتلك 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 هقتلك. سيبني يا مرسي. مرسي. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم إسماعيل عبد الفتاح أحمد اسماعيل اسماعيل، مش يلا بينا يا اسماعيل. نفسي اغمض وافتح الاقي نفسي معاك على طول. وساعتها مش هسيبك ابدا 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 ابدا.